ويا صباح الفل على احلى ناس من فرانكفورت مين ستيشن مع جيمي عبده. ويا صباح الفل على احلى ناس. النهارده رايحين مكان الصراحه انا رحته لحد دلوقتي 5 مرات، تمام، بس ما صورتش فيه ولا مره، فالنهارده هصور فيه بقى. هايدلبرج. ليه انا بقى بحب اجي على هايدلبرج دايما؟ لان هايدلبرج اولا قريبه جدا من فرانكفورت، ساعه من فرانكفورت بالظبط. ثانيا انا معايا 49 يورو دلوقتي، هي كده التيكت بتاعتها الصراحه مش غاليه. ثالثا وده الاهم ان هايدلبرج من الاماكن اللي قريبه مني جدا، وفيها مناظر طبيعيه حلوه جدا، وفيها حاجات تتزار حلوه جدا، وفيها ناس بتحب تيجي تنبسط هنا في الويك اند. فهي كوليكشن كده صراحه خطير. اللي يعيش في المانيا يحس ان هايدلبرج مش زي باقي دول المانيا. اللي هيبقى عايش في المانيا هيحس او هيفهم اللي انا بقوله ده. فهايدلبرج بالنسبه لي الصراحه من اجمل الاماكن اللي ممكن تيجي عليها لو انت جاي زياره مثلا وقاعد في فرانكفورت. فسهل جدا 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 ان انت تيجي على هايدلبرج. وتعالوا النهارده نشوف ايه اللي ممكن تعمله في هايدلبرج في يوم واحد. بصوا هي هايدلبرج يعني هي ده الجمال بتاعها. بصوا القلعه اللي فوق دي، والناس فوق اساسا يعني قاعده فوق بتتصور، كل الناس ممكن تطلع فوق. ودي برضو الحته اللي هناك دي، الكورنر اللي هناك ده احلى مكان ممكن تشوفوه منه هايدلبرج من فوق. هنطلع وهوريكم المنظر من فوق عامل ازاي. بس هي بقى هايدلبرج جواها كله كده، هي اصلا صغيره جدا، جواها كله كده. القلعه دي من فوق بتشوف منظر فظيع. وبعد كده من الحته دي كده هنا عندك البريدج بتاع النهر، البريدج اللي على النهر، وبينقلك لحته تانية من هايدلبرج. وبرده ممكن تطلع فوق خالص هنا، تطلع فوق عند الخضار اللي فوق ده، وبتشوف هايدلبرج برده من فوق من الناحيه التانية. فتعالوا نشوف. طبعا انت ممكن تقضي اليوم هنا، تيجي بقى وسط الجمال الطبيعي ده، وتقعد بقى في اي كافيه من الكافيهات دي، تقضي اليوم، تاكل وتشرب وتعمل كل حاجه. وبرده محلات الاكل هنا كلها بالحاجات الحلوه تحفه، يعني ما تفوتش ان انت تجرب اكل او حاجه حلوه هنا في هايدلبرج. لازم تجرب حاجه من الحاجات دي. بصوا برضو المنظر بقى عامل ازاي، حاجه منتهى الجمال. منظر الناس المبهج في الويك اند مع منظر البيوت، حاجه تحفه. لا يعني زي ما قلت قبل كده، اللي هيبقى عايش في المانيا ويجي هايدلبرج هيفهم حته ان هي مختلفه شويه عن باقي المدن بتاعت المانيا. جيمي مش هتطلع فوق؟ طبعا لا، جيمي مش عايز يطلع فوق بقى هنا يا جماعه. ده من ضمن الحاجات اللي بتتعمل طبعا في هايدلبرج، هو ان انت تطلع زي الناس اللي بتطلع فوق دي، تطلع تشوف هايدلبرج من فوق. بص ده بقى معلم من المعالم المهمه، البريدج ده. طبعا البريدج ده اللي على الميه. حلو. بص البريدج ده مع الميه مع المنظر ده. ها قول لنا رايك يا جيمي على هايدلبرج. لا حلو. حلوه صح؟ حلو كتير، بس انا يعني ماشي خلاص انت حر. ده انا اطلع يعني لا هتطلع هنا ولا هتطلع الناحيه الثانيه. انت بدك تطلع اثنين طبعا ده لا اطلع بقى. ايه اطلع. طيب انا على فكره كل مره اجي لازم اطلع. طب اطلع. طب تعالى نطلع على البريدج نشوف البريدج. يلا بينا. تعالوا يا جماعه نروح البريدج بقى. يا جماعه ده مدخل البريدج كده، تطلع تبص الفيو على النهر بتاع هايدلبرج، وده بيعديك على الناحيه الثانيه اللي بيخليك تطلع فوق عشان تشوف هايدلبرج من فوق. حاجه قمه في الجمال والروعه هايدلبرج. برضو في ناس هناك ايه قاعده في على الجنينه كده. الناس هنا بتنجوي الطبيعه قوي يا جماعه، يعني بيحبوا ان هم يعني يريحوا دماغهم ويتفرجوا على الطبيعه. انا شخص محب للطبيعه صراحه، يعني انا بحب اشوف الطبيعه برضو، اتفرج على الطبيعه.
بس بصوا بقى، يعني من الاخر كده ملخص للهايدلبرج من قبل ما اوريكم المناظر. تطلع هناك تشوف هايدلبرج الناحيه دي كده كلها من فوق من هناك. ولو انت بتحب تخش القلاع والكلام ده، التيكت بتاعت القلعه دي ب 10 يورو حاجه كده، تخش تتفرج على القلعه من جوه. لكن انت لو ما دفعتش هتطلع الحتت اللي من بره دي، هتطلع تشوف القلعه عادي جدا، والحته دي برضو ببلاش. تمام. هتتفرج على هايدلبرج من هنا. الحاجة التانية البريدج ده هتيجي برضو هنا تقف تتصور وتاخد الصور اللطيفة. الحاجة التالتة ان انت برضو ممكن تروح طالع فوق خالص هنا كده زي الناس اللي طالعة فوق دي، تشوف برضو هايدلبرج من فوق. بما ان جيمي بقى مش عايز يطلع فوق، فهو بيلف اللفة بتاعته وانا طالع فوق عشان اوريكم المنظر من فوق. عندكم بقى تو اوبشنز من الطلوع لفوق، يا اما تركب ده زي ترين كده من جوه بتطلع لفوق. التذكره تقريبا عامله 14 يورو طالع راجع. في اوبشن بقى تاني وده ببلاش لو انت فيك صحه، يعني ان انت تطلع السلالم دي. بس طبعا هي مش السلالم دي بس، هي مش السلالم دي بس، هي سلالم طويله جدا جدا جدا. يعني ممكن تطلع مثلا في حوالي 10 دقايق 7 دقايق مثلا سلالم. وغير السلالم دي، سلالم اهي، غير السلالم في زي مطلع هوريه لكم دلوقتي. المطلع ده ممكن تطلعه، بس هو مطلع متعب شويه، انكلايند قوي، تحس ان انت هتقع على ظهرك اصلا من كتر ما هو مايل. يعني المطلع ده هوريه لكم دلوقتي. ده المطلع، مدخل المطلع. بصوا المطلع عامل ازاي. لو انت مش حابب تطلع سلم، ايوه المطلع ده. بصوا المطلع عامل ازاي، بصوا المطلع عامل ازاي، بصوا الميل بتاع المطلع. كل ده مطلع كده عشان تطلع لفوق، او زي ما هعمل السلالم دي. I just got my first haircut last week in a year. May last year was my last haircut. I used to wait. What was the longest? What was the longest I ever got? A couple of years ago. Dang. When was that? College. بعد بقى لما عرفنا نطلع لفوق، هي مرهقة شوية الصراحة، يعني هتعرق وتتعب شوية. بس تعالى بقى اقول لك المنظر اللي انت هتشوفه لما تطلع فوق. تعالى كده يا صديقي نتفرج على المنظر من فوق القلعة بتاعت هايدلبرج. حاجة تحفة الصراحة، منظر البيوت خطير. ده الواجهة التانية للمدينة بس على النهر بقى، لحد بقى هناك الكورنر بقى اللي هناك بيبقى تحفة، فعلا تحفة. الكورنر اللي هناك بيفرج على فكرة. هو بصوا الناحية التانية بتطلع برضو، بس هي واخدة برضو الفيو زي الفيو اللي انا هوريه لكم في الاخر. فاللي هيطلع هنا مش لازم يطلع هناك، لان برضو طلع هناك مهلكة جدا يعني. فانت اختار لك يعني انا طلعت الاتنين الصراحة، وانا بقول لكم الفيو اللي فوق هناك قعدته زي الفيو هنا، مفيش فرق. بس هو هناك ممكن يكون الناس اخف شويه. يعني هناك لما تطلع فوق الناحيه التانيه كده اللي ورايا دي، هناك الفيو نفس الفيو ده بتاع النهر،
بس الدنيا مفيش ناس كتير فوق. ف فانت لو جيت عشان ما تتعبش، او لو انت عايز تطلع، عشان اللي هناك دي ما فيهاش حاجه تطلع زي اللي هنا. يعني هنا في قطر يطلعك لفوق، هناك ما فيش حاجه تطلعك، فلازم تطلع على رجلك. في حاجه من الاثنين، لو انت هتطلع على رجلك الاثنين هتبقى مهلكه، لكن انت لو عايز تطلع بالقطر هنا وتيجي تشوف المنظر، وتروح هناك وتطلع وتشوف برضو المنظر، بس هتطلع هناك على رجلك، اوكي. او اختار لك حاجه من الاثنين واطلعها، لان زي ما قلت لك الاثنين نفس الفيو تقريبا، مفيش اختلاف قوي في الفيو. لو جيتوا لازم تطلعوا المكان هنا، تشوفوا المنظر من فوق عامل ازاي. وزي ما قلت لكم لو فيكم نفس ممكن الصراحه انا كنت هطلع الناحيه التانية، بس انا فعلا مش قادر اطلع الناحيه التانية. يعني لو جيتم لازم تيجوا هنا تشوفوا المكان التحفه ده. بصوا المكان تحفه ازاي. والناحيه التانية زي المكان ده برضه، زي ما قلت الفرق بس الوحيد ان في قاعده ممكن تقعد تبقى قاعد شايف النهر. هنا مفيش قاعده، هو انت هنا الكورنر ده باصص على النهر، الناحيه التانية فوق في قاعده تقدر تقعد لو انت عايز تقعد. بس اللي انا فاكره ان انا طلعت الناحيه التانية برضه، هناك الناحيه التانية مرهقه عشان تتعب، متعبه شويه. بس برضه الناحيه التانية فيها ميزه ان انت كل ما تطلع شويه في مكان تقعد فيه تريح، فتقدر تريح لحد ما تطلع فوق خالص. لازم يا جماعه تيجوا هايدلبرج. سوش طبعا لما تيجي لازم تقضي لك اليوم هنا، تاكل بيتزا، تشرب حاجه كافي في وسط جمال الطبيعه. يعني لازم 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 تيجي تقضي اليوم وتاكل ايس كريم. هنا محلات الايس كريم كتير وكتيره قوي يعني بجد. انا جربت كذا محل، المحلات كلها حلوه، فانت ممكن تجرب اي حاجه من المحلات اللي هنا. كل حاجه هنا حلوه ومش غاليه الصراحه. يعني مش مدينه سياحيه بقى فاسعارها غاليه، لا عادي جدا يعني، نفس الاسعار الطبيعيه. الايس كريم بيورو 2 يورو كده يعني. فدي كانت هايدلبرج الصراحه من اجمل الاماكن اللي انا بحبها في المانيا. واللي هيجي فرانكفورت، هي مش بعيده عن فرانكفورت، هي بالباص او بالقطر من فرانكفورت ساعه بالظبط واحده بس.